السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض صينيه بطاطس بالسمك او سمك بالبطاطس. معايا سمك صدف، طماطم وفلفل وليمون. معايا توم مفروم، توابل كزبره فلفل اسود كمون ملح بابريكا وكزبره وبقدونس وشبت وبصله، وطبعا البطاطس. هنبتدي مع بعض نعمل صينية البطاطس. هنحط البصل، وهحط معاهم التوم، معلقة كده انا التوم ده مفرزاه، انتي ممكن تحطي طبعا توم فريش عادي، يعني مثلا 5 6 فصوص توم كده. انا طبعا هنا حطيت معلقتين مهروسين كبار. هنا رنب بتقولك حطوا لايك. وهضيف عليهم الليمون، هعصر ليمونتين كبار على الثوم والبصل. الصينيه دي جميله، طعمها حلو قوي، جربوها هتعجبكم جدا. وهحط التوابل على البصل والثوم والليمون، وهبتدي ادعكهم في بعض كلهم ميكس كده مع بعض، يعني كلهم ياخدوا كده طعم بعض. وهبتدي بقى اضيف عليهم برضو الخضرة، شبت وبقدونس وكزبرة، وبرضو هدعكم كلهم في بعض، كلهم كده يبقوا مع بعض. هي صينية سهلة وبسيطة جدا وطعمها كان تحفة، يعني مقولكوش كان طعمها حلو قوي. وهحط بقى البطاطس على على الميكس ده كده كله بعضه، وهدعكم كلهم مع بعض بالتوابل بالبصل بكله في البطاطس. بعد كده هضيف الطماطم والفلفل. انا هنا حاطه فلفل رومي مش حراق عشان الولاد، ممكن تحطي فلفل حراق عادي براحتك. وما ضفت الشطه برضو، اللي عايز يحط شطه يحط. وهبتدي بقى ارص عليهم السمك، بس هدعكم كده مع بعض شويه ياخدوا من التوابل والبصل. كنت بفكر احطهم تحت يعني هو يبقى تحت البطاطس فوق، بعد كده قلت لا. رجعت تاني وحطيت بقى كله كده، يبقى السمك يبقى على الوش، بس هحط عليه كده شوية تتبيلة على وش كل سمكة. بس كده. وهبتدي بقى اضيف كمان عليه الزيت. انا هنا اهو خلصت. هعصر كمان نص ليمونة على الوش كل سمكة. السمك ده يا بنات اسمه سمك صدف. بس هو شكله يعني شكله اصلا في الفيديو يجوع. وهضيف بقى عليه كده 3 معالق زيت كبار على الوش. بس كده. وهحطهم بقى على النار يغلوا شوية كده عشان البطاطس تستوي شوية. وهضيف اهو فنجان مية سخنة علشان البطاطس تستوي بالفنجان المية ده شوية. وهغطي بقى عليهم وهسيبهم يعني ربع ساعة كده لحد ما يغلوا والمية تتشرب شوية بالبطاطس. بصوا يا بنات، انا هنا سبته ربع ساعة، بص ده شكله اهو. هبتدي بقى ادخله الفرن علشان يبقى خلاص كده. انا هنا كنت طلعته بقى من الفرن، كنت بوريكم